واهلا وسهلا بكم فيديو جديد. يا رب تكونون بألف خير. انا حاليا بدولة اسبانيا، تحديدا من مدينة برشلونة الجميلة. مثل ما تشوفون انا حاليا بسنتر المدينة. الاجواء هنا بصراحة فتشي كلش حلو، فتشي ولا اروع. فانا متجهة الى مسرح راح يكون في استعراض لرقصة الفلامينغو الشهيرة. هذه الرقصة تعبر عن الحضارة الإسبانية، تكون مش مشهورة طبعا عندهم. فخليكم وياي متابعين الفيديو للأخير، خلينا نكتشف معالم المدينة سوا وياكم، بالإضافة إلى نشوف الرقصة المشهورة عندهم. تشتهر برشلونة العاصمة العالمية لمنطقة كاتالونيا الإسبانية بأعمالها الفنية وهندستها المعمارية، وتعتبر مزيج ساحر من الفن والثقافة، حيث تتميز بالطبيعة الخلابة والبناء المعماري المتميز والمعالم التاريخية الفريدة والشوارع الجميلة والمأكولات الشهية وشواطئها الرملية الرائعة. تقع برشلونة على البحر الأبيض المتوسط، وأكثر ما يميزها هو التأثير الكبير للمعماري أنطوني غاودي، واللي ترك بصمته بكل ركن من أركان المدينة. بحيث أني أتجول بشوارع المدينة اكتشفت أنه أغلب المباني المميزة كانت من تصميم المعماري المشهور غاودي، مثل كازا ميلا وكازا باتيو وبارك بويل، كنيسة زاغرادا فاميليا وغيرها من المباني المميزة. وقد ساهم غاودي بشكل لا مثيل له بشهرة المدينة عالمياً. تعتبر برشلونة حالياً المدينة الوحيدة بالعالم واللي يمكنها التفاخر بوجود 9 مباني على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. حاليا وصلت إلى مكان المسرح. هذا هو اسمه تارانتوس. مثل ما تشوفون السرح. طبعا لازم واحد يجي قبل بوقت على مود حتى يقدر يحصل مكان بالمقاعد الأمامية. وهذه أجواء السنتر بالليل. أجواء بصراحة كلش حلوة. حبيت الأجواء الليلية هنا ببرشلونة، فالشي كلش حلو.
الفلامينغو الشهيرة إلها تاريخ قديم، يقولون إنه هي جاية من منتصف القرن ال19، وإنه في بعض الفلاحين سلبت منهم أراضيهم، ولهذا السبب طلعوا رقصة الفلامينغو حتى يعبرون عن حزنهم وألمهم اللي صار بالاستيلاء على أراضيهم. ولهذا السبب نشوف دائما الرقصة مبنية على أغاني حزينة، ونشوف وجوههم حزين وزعلان. حبايب قلبي، اليوم الثاني في برشلونة، وهسه متجهة لزيارة أشهر مكان للمهندس المعماري أنطوني غاودي. هاي حبايب، وهسه رجعت لكم. طبعا أنا حاليا قدام أقدم بناية أثرية بمدينة برشلونة. هذه البناية هي عبارة عن مجمع سكني يشمل بداخله مجموعة من الشقق، بناها المهندس المشهور عندهم غاودي. طبعا هو يعني فنان هذا مشهور، بنى مجموعة من البنايات الأثرية هنا ببرشلونة. طبعا البناية كلش قديمة، بس شيء يعني مميز من الداخل. فاللي يحب يعني يكتشف البناية من الداخل طبعا لازم يقطع تيكت. سعر التذكرة للشخص 28 يورو. طبعا راح أخذكم وياي خطوة بخطوة. دقيقة قبل لا تروحون، إذا مو مشتركين تشتركون بالقناة، تخلون لايك وتفعلون جرس الإشعارات حتى يوصلكم إشعار كل ما أنزل فيديو جديد. فخليكم متابعين الفيديو للأخير، راح أخذكم وياي خطوة بخطوة. حبايب، هذه هي البناية، شيء مميز. شوفوا يعني تفاصيل البالكون، يعني المهندس غاودي مبدع، مهتم بأدق التفاصيل. شيء بصراحة كلش مميز. لازم تاخذون هيك شيء، هذا الجهاز على مود يعني يشرح لكم عن المكان داخله، زائدا يعني يكون وياه سماعات. يعتبر كازا ميلا أحد أشهر مباني الحداثة وأكثرها إثارة للإعجاب. صمم المهندس المعماري غاودي
على شكل مجوف وغريب، ويعتبر هذا المبنى واحد من أشهر أعماله. طبعاً قصة هذا المبنى السكني إنه قرر زوجان كان اسمهم ميلا إنه يبنون منزل على عقارهم واللي تبلغ مساحته 2000 متر مربع، وكان من المفترض إنه يكون المنزل خاص يبرز بمنطقة إكسامبل الحديثة، ولحتى يبنون المنزل يحتاجون إلى مهندس معماري خاص. فسمع الزوج بيدرو ميلا إنه غاودي مهندس معماري ناجح أعاد تصميم منزل رجل ثري اسمه كازا باتيو، واللي يكون موقعه بنفس الشارع قريب من هذا المبنى. فاستأجر ميلا غاودي فوراً وطلب منه إنه يبني له المنزل، وفعلاً بدأ ببناء المنزل بعام 1906 واكتمل بناءه بعام 1912. وبذاك الوقت أعلنت مدينة برشلونة إنه كازا ميلا عمل فني معماري بمجرد اكتماله، وكان كازا ميلا أول مبنى في القرن العشرين تم إضافته إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو بعام 1984. حبايب، هذا الداخ يعني الجزء العلوي من البناية. هذا تصميم البناية مسوي على شكل مجسم. أحاول أصورها من كل الاتجاهات. شنو هالإبداع! وهذا من فوق تصميم البناية. يضم كازا ميلا وحدة من أشهر تراسات السطح بالمدينة، واللي تتميز بالمداخن المنحوتة وأعمدة التهوية اللي صممها غاودي لهذا المبنى المميز. ومن خلال أسلوبه النموذجي أنشأ غاودي سقف بحيث يمكن المشي عليه ويكون مليء بالخطوط المنحنية، واللي ما تكون زخرفية فقط وإنما وظيفية أيضاً، بحيث تسمح بتدفق ضوء النهار إلى المساحات الداخلية من خلال الساحتين الكبيرتين. ومن خلال شرفة السطح يقدر الشخص يتمتع بإطلالة رائعة ويشوف مدينة برشلونة من الأعلى. هذه المدينة من فوق. حبايب، جيت هذا المطعم الياباني، بوفيه مفتوح الأكلات البحرية. هذا المطعم من الداخل.
هذه هي المأكولات البحرية بالإضافة إلى حلويات. فهنا يكون يعني واحد ياخذ الأكل اللي عجبه، ويكون بوفيه مفتوح يعني. واو، منظر الأكل يشهي. كلش حلو. فواكه بالإضافة إلى أنواع السمك، الروبيان، السوشي. يعني لو محبين المأكولات البحرية فهنا كل الأصناف قدر واحد يجربها. واحد يقعد يعني يكون الطاولة هنا ويكون هذا يعني يمه، ويختار الأكلة اللي يحبها.